الفيديو بتاع النهارده احنا هنناقش موضوع هو ممكن يكون جه في بالك. في البدايه طبعا يعني انا حابب اعتذر عن التاخير الطويل، انا عارف اتاخرت كتير قوي، ولكن زي ما انتم شايفين انا نقلت استوديو جديد، والاستوديو الجديد هو بنفس الديكور القديم، فعشان كده انتم ممكن ما تلاحظوش اختلاف قوي في الفيديو، ولكن انا دلوقتي في مكان تاني غير الاستوديو اللي كنت بصور فيه. طبعا النقل بقى والترتيب والتوضيب ومش عارف كل الحاجات دي اخدت الوقت الطويل ده، فادينا رجعنا اهو. والنهارده هنتكلم في موضوع يعني ما حدش اتكلم فيه كتير قبل كده، وممكن يكون السؤال جه في بالك وانت ما لقيتلوش اجابه. شاومي تقول لك انا هشحن الموبايل بتاعك في 15 دقيقه، اوبو تقول لك احنا هننزل شاحن 240 واط، ابل وسامسونج اخرهم 40 واط. ايه بقى ايه السبب؟ يعني هل ده بخل منهم مثلا، او الشركات الصينيه متطوره عليهم؟ تعال نفهم الموضوع ده واحده واحده، ونفهم هو ليه ابل وسامسونج ما بتحطش شواحن سريعه زي ما شاومي واوبو وغيرهم كتير بيحط شواحن سريعه، ونعرف هل ده تطور زياده من الشركات الصينيه ولا ده بخل عند الشركتين اللي هم ابل وسامسونج. يلا بينا نشوف الموضوع ده، بس ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويا ريت تحط لي كومنت كده تقول لي وجهه نظرك في الموضوع ده. شايف ان الشركات الصينيه متطوره على ابل وسامسونج وبالتالي هم حاطين شواحن اسرع، ولا ان ده بخل من الشركتين التانيين، ولا شايف ايه؟ قول لي وجهه نظرك، انا مستني اسمع رايك في الكومنتات، وتعالى نشوف الموضوع ده. زي ما قلنا كده من شوية، انت بتلاحظ ان الشركات الصينية بتتسابق في ان هي تنزل شواحن اسرع. يعني بتلاقي شركة عندها 120 واط، شركة تانية عندها 80 واط، شركة تالتة بتقولك انا هعمل 240 واط، وهكذا، وكلها بتتسابق في مين يشحن موبايله اسرع. يعني تلاقي اللي يقول لك مثلا ده هيشحن في 10 دقايق، انت طبعا بتنبهر بالارقام دي، ده بيشحن في ربع ساعه، لا ده احنا هنعمل شاحن يشحن لك في 5 دقايق. وهتلاقي على الجنب التاني ابل وسامسونج ماشيين ب 25 واط و20 واط كمان، ويوم يعني ما سامسونج دغدغت الدنيا قالت لك 45 واط، يوم يعني ما حنوا علينا كده وادونا حاجه. ليه؟ تعالى واحده واحده نفصص الموضوع ده. السبب الاول اللي بيخلي ابل وسامسونج ما بيحطوش شواحن سريعه هو عمر البطاريه. انا مش هدخل في تفاصيل تصنيع البطاريه نفسها، لان انت في عندك نوعين من البطاريات اللي هم مستخدمين في الموبايلات، طبعا انواع كتير جدا، ولكن النوعين هم ليثيوم ايون وليثيوم بوليمر. دول مش موضوعنا، ولكن في واحده فيهم بتدعم سرعات شحن بارقام معينه، والتانيه ليه ومش عارف ايه. ده كلام ممكن نبقى نتكلم فيه بعدين لو انتوا حابين يعني ان احنا نعمل التفصيله دي نشرحها في فيديو، ولكن خلينا نتكلم بشكل عام. الشحن السريع بيقلل عمر البطاريه. طب بيقللها ليه يا عم احمد؟ بيقللها لان هو بيزود درجه حراره البطاريه. انت دلوقتي لما تشحن الموبايل، جرب اشحن الموبايل بتاعك بشاحن 10 واط، شاحن قديم عندك، وجرب اشحنه بالشاحن اللي جاي معاه، اللي هو لنفرض مثلا، ولو ان موضوع الشاحن اللي جاي معاه دي ما بقتش موجوده دلوقتي الله يحرقها بس يعني هي اللي بدأت الموضوع وكل الشركات مشت وراها. بس هنفترض ان انت معاك الشاحن السريع بتاعك زي ما شاومي واوبو بيعملوا، بينزلوا لسه الشاحن، يعني كتر خيرهم يعني لسه بيدونا الشاحن بتاعهم. جرب اشحن الموبايل بتاعك بشاحن بطيء، وجرب اشحنه بشاحن سريع، هتلاقي فرق درجات حراره مرعب. هتلاقي في الشحن البطيء انت التليفون اكنك مش حاطه على الشاحن اصلا، لكن لما هتشحنه بالشاحن بتاعك انت هتلاقي التليفون بدأ يسخن جامد. السخونه دي بتأثر على العمر الافتراضي للبطاريه، فلو البطاريه كان المفروض هتعيش معاك مثلا 5 سنين، فهي بالكتير هيبقى سنه ونص سنتين، وهتلاقيها ادائها قل، او ان هي قالت لك شكرا سلام عليكم انا مواعيد العمل بتاعتي خلصت. ده غير كمان ان انت كل ما هتزود الواط كل ما الحراره هتعلى معاك اكتر واكتر. هتقول لي طيب ليه برضو سامسونج ما تعملش ده؟ انت ما جاوبتنيش ليه ابل ما بتعملش ده. هقول لك ان قصه الحراره دي انا مهما عملت تقنيات ومهما حاولت ان انا اسيطر عليها، فهي برضو ليها تاثير على العمر الافتراضي للبطاريه وعلى الشاشه. خلي بالك، لان انت البطاريه هي فوقيها على طول الشاشه، سخونه البطاريه بالتبعيه بتسخن الشاشه. لو انت بتستخدم بقى التليفون وهو بيشحن مثلا، او هو درجه حرارته عاليه، فانت ممكن يحصل معاك مشاكل، خصوصا لو الشاشه بتاعتك اولد، زي المشكله اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وكنت قايل ان انا هعمل فيديو للحل، ولكن حصل اللي حصل بقى، واضطريت ان انا انقل واعمل ومش عارف ايه. فالفيديو بتاعه يعني جاي، ممكن يبقى الفيديو اللي بعد ده على طول. فالفيديو بتاع تصليح الشاشات الاولد من الحرق والكلام ده نازل بعد الفيديو ده على طول. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. انت مهما حاولت تسيطر على درجات الحراره دي، انت عمرك ما هتكون امن بنسبه 100%. الشركات الصينيه هي بتلعب على الابهار، اللي هو والله انا هديك حاجه تبهرك، حاجه تحسسك اللي هو احنا سابقين الكل، حاجه مش موجوده عند حد،
بس مش مهم ان التليفون يعيش معاك كتير. ابل وسامسونج لا، بيهتموا شويه بالنقطه دي، بحيث ان هم بيبنوا ولاء عند العميل. يعني هم بيخلوه هو خلاص انا قاعد معاكو، والتليفون بتاعنا مش محتاج اغيره غير لما خلاص احس ان هو مش مديني اللي انا عايزه. طبعا ده يعني الشعار اللي بيتكلموا بيه، او اللي هو السبب اللي عشانه ما بيعملوش حاجات كتير عشان يقول لك او يوحي لك بالمعنى ده. ولكن لو احنا هنتكلم بالمنطق ده، طب انتوا بتنزلوا ليه تليفون كل سنه؟ يعني انت هتلاقي كلام كتير مناقض لبعضه، بس امشي معاه للاخر. هم برضو في الاول وفي الاخر شركات ربحيه، فهم عايزين يبيعوا، ولكن يهمهم ان انت ما تقابلش كوارث في الموبايلات بتاعتهم. يعني مش مستعدين ان هم يغامروا بان الموبايل بتاعهم يسخن او يولع او يتحرق او يحصل اي مشكله من المشاكل دي. لان يوم ما مشكله زي دي بتحصل عند سامسونج او بتحصل عند ابل، اللي بيحصل ايه؟ ان العالم كله بيتكلم. لكن لو مشكله زي دي حصلت عند شاومي مثلا، تمام هنتكلم عليها، بس يعني ايه، تقدر تقول كده بالكتير اسبوعين، يعني يوم ما الموضوع يبقى كبير وخلاص بيتنسى. لكن لحد النهارده احنا فاكرين الفضيحه بتاعت نوت 7. اللي ما يعرفهاش، فسامسونج نوت 7 كان نازل فيه مشكله في التصنيع بتاعه، كانت البطاريات بتنفجر. يعني لو انت ما تعرفش المعلومه دي، خش اسمع عنها واقرا عنها. احنا لحد النهارده بنتكلم فيه. فعشان كده الشركات دي ما بيبقاش عندها استعداد ان هي تغامر بان هي تزود سرعات شحن عاليه، وهي عارفه كده كده ان المشتري بتاعهم عنده ولاء ليهم. فالمشتري بتاعهم مش هيبص للارقام وينبهر بقى بده بيشحن في قد ايه، على قد ما هو منتمي للشركه، اللي هو والله انا هشتري الموبايل بتاع سامسونج، انا هشتري الموبايل بتاع ابل للحاجات التانية اللي بتقدمها لي، للبيلد كواليتي بقى، للسوفت وير، ايا كانت المميزات التانية. فعشان كده بتلاقي الشركات الصينيه بتحط شواحن سريعه، مع ان ده مضر للاجهزه، ولكن هم بيلعبوا على عنصر الابهار، ان انا اقول لك انا عندي هنا نقطه متفوق فيها مش موجوده عند غيري، فتيجي انت تشتريني للنقطه دي. فيبقى اول سبب اللي هو درجات الحراره. السبب الثاني اللي انا اتكلمت فيه ضمنيا كده في النقطه اللي فاتت، وهي السلامه والضمان والامان والحاجات الجميله دي كلها، ان ابل وسامسونج بيحاولوا ان هم يخلوا التليفون بتاعهم شغال يعني بافضل كفاءه، ويعني امن وسليم ومفيهوش مشكله لاطول فتره ممكنه. ده ليه؟ عشان يكسبوا ولائك زي ما اتكلمنا كده من شويه. السبب الثالث واللي انا برضو اتكلمت فيها ضمنيا من شويه، وهي تجربه المستخدم. ابل وسامسونج مش بيبيعوا لك ارقام. يعني انت ممكن تلاقي مثلا في مواصفات في موبايل من ايا كانت الشركه، من شاومي مثلا، المواصفات دي على الورق كارقام عاليه جدا، لا تقارن بالمواصفات اللي محطوطه عند ابل مثلا او محطوطه عند سامسونج في بعض الموديلات. يعني لو قارنا الفئات السعريه، هتلاقي ان في موبايلات بتنزل من شاومي في نفس الفئه السعريه اللي نازل فيها تليفون من ابل وتليفون من سامسونج، وهتلاقي بتاع شاومي متفوق في الارقام. ابل وسامسونج بيهتموا بتجربه المستخدم، ان هو يديك احساس مختلف، مش فكره انك ماسك تليفون وخلاص، ان انت عندك سوفت وير مستقر، عندك خامات محترمه، الحاجات اللي هي تعيشك تجربه مستخدم مختلفه. فهم مش محتاجين يوجدوا نقطه تسويقيه في سرعات الشحن عشان يبيعوا لك، لان هم بيقدموا لك حاجات تانية، وفي وجهه نظري الحاجات التانية دي هي اقيم بكتير من ان انت تديني سرعه شحن عاليه. يا باشا، ما انت كده كده التليفون في ايدك طول اليوم، خلصته حطه على الشاحن شويه، على الاقل انت حتى تريح نفسك منه حبه. فيعني هي ما بتبقاش ميزه عشانها انت تشتري التليفون، على قد ما انا اخد تجربه استخدام احسن. يعني لو انا قدامي تليفون تجربه استخدامه، مش هقول على اسمك يا شاومي، السوفت وير بتاعه زي الزفت، بس يعني لو تجربه استخدامه منيله بنيله ومديني شاحن يا سيدي 1000 واط، ما هعمل بيه ايه؟ ما انا اصلا مش طايقه وانا ماسكه، ما انا مش مستحمله. فدي نقطه بتهتم بيها الشركات زي ابل وسامسونج، يعني مش مركزه عليها قوي الشركات الصينيه، لان معظمهم بيتبع سياسه، خصوصا في الفئات الاقتصاديه، يعني شقلب وقلب، اللي هو احنا عايزين المستخدم بتاعنا ينبهر، وفي نفس الوقت مش تفرق كتير معاه لو التليفون قعد معاه سنه ولا سنتين بالكتير ورماه. هتقول لي بس انا عندي تليفون قديم وبستخدمه لحد دلوقتي وكان فيه سرعه شحن عاليه وبتاع. هقول لك انا بكلمك على السرعات المجنونه اللي هي 150 واط و240 واط والسخافه اللي احنا بنسمعها دي كلها. الارقام المجنونه دي انت التليفون مش هيقعد معاك اكتر من سنتين، وهتبدا تظهر فيه مشاكل. سنتين ده لو انت استخدامك خفيف يعني، وهتبدا تظهر فيه مشاكل بقى، وبطاريه تغيرها، بطاريه تتنفخ، تليفون شاشته تتحرق، حاجات زي كده. السبب الاهم بقى اللي عشانه الشركات دي ما بتعملش كده،
وهو ان مش كل شاحن زي التاني. هي مش فكرة كام واط وخلاص، هي الفكرة في عناصر الامان المستخدمة في الشاحن والمستخدمة في السلك والمستخدمة في التليفون. ما انت عشان تديني سرعات شحن عالية لازم تكون حاطط عناصر امان تحافظ على الحرارة وتحس سنسورز تحس بالحرارة، لو زادت عن الحد المسموح بيه تبتدي تقلل سرعة الشحن. عشان كده بتلاقي مثلا في ابل بتلاقي مثلا التليفون لو درجة حرارته عليت شوية يقولك لا والله انا مش هشحن. ده الامانك انت. الناس ساعات بتقعد تتريق على النقطه دي، ولكن هي النقطه دي مهمه. ما يا فرحتي هو بيكمل شحن بس هو بيأذي نفسه، التليفون نفسه بيبوظ من جوه، او التليفون ممكن يولع فيك وانت ماسكه. فالفكره بتاعت ان انا احط واط عالي ده بيتطلب مني ان انا احط سنسورز واحط عوامل امان وحمايه، ومهما كان مش هتبقى امنه بنسبه 100%. حاجات زي كده هي ممكن تضر سمعه شركات. شركة زي ابل وسامسونج لا، هم ما عندهمش استعداد يغامروا بالنقطة دي خالص. الشركات التانية تمام، انت بتقول لنفسك حتى وانت بتشتري الموبايل لو موبايل اقتصادي او متوسط اللي هو تمام، هو كده الموبايل ما كانش غالي قوي فمش هتفرق معاه كتير. ولكن المشكلة هنا بتكون في سلامتك انت كبني ادم. ما انت ممكن التليفون صحيح مش فارق معاك كتير بس هو ممكن يضرك انت. فالعامل ده يعتبر هو اهم عامل عشانه ابل وسامسونج ما بتحطش شواحن سريعة، لان هم يهمهم سلامة الجهاز. ومش هقول لك سلامة المستخدم، كده كده هم عايزين ياخدوا اللي في جيبك، مش قصة انت ولا بتاع ما اخبط دماغك في الحيط. يا اخويا اولع انت بجاز، انا بسأل عن راح فين. بس يهمهم سلامة الجهاز لان ده بيأذي سمعتهم. فكرة ان انت يديك جهاز وتلاقيه ولع ولا اتحرق ولا حصلت فيه اي مشكلة على طول ده عيب صناعة. فانا مش هينفع كشركه زي سامسونج ولا ابل اطلع من عندي عيوب صناعه كتير، اطلع من عندي تليفون كل النسخ بتاعته الموجوده في السوق فيها عيب صناعه. فهنا دي هتحصل مشكله، والعالم كله مش هينساها للشركتين دول، لكن ممكن ينسى مواقف زي دي لاوبو او شاومي او ايا كانت الشركه التانيه. فلو وصلت للنقطه دي انا حابب اشكرك ان انت كملت معايا الفيديو، ويعني اتمنى ان انت تحط لي كومنت تقول لي يعني انا عايز اعرف رايك في النقطه دي. هل تحب ان فعلا تليفونك يشحن في 10 دقائق ولا تجربه المستخدم ككل بالنسبه لك اهم؟ سيب لي كومنت بالموضوع ده، حابب اسمع رايك. ولو عندك اي سؤال اي موضوع عايزين نتكلم فيه ما تنساش ان انت تسيبه لي في الكومنتات. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.